اوكي، المرة دي هتكلم على حاجة موجهة اكتر للستات منها للرجالة، خصوصا الستات اللي بتحب الافلام او المسلسلات الرعب. في على نتفليكس مسلسل اسمه جيلمو ديل تورو، اتمنى اكون قلت اسمه صح. اسمه Cabinet of Curiosity، وتحديدا حلقة The Outside. الحلقة دي فيها فكرة مرعبة اكتر منها للستات عن الرجالة. الحلقة بتحكي قصة ستيسي، موظفة في بنك، متجوزة وعايشة في بيت كويس. فالمفروض من بره يبان ان هي ظروفها ما فيهاش مشكلة. هي في مشكلة واحدة في حياتها، ان هي مش جميلة قوي، وده بيؤدي لمشكلة تانية، ان زميلاتها في الشغل بيتجنبوها او مش بيخلوها تبقى جزء من المجموعة بتاعتهم. بالرغم من إحساسها بالرفض ده وإن هي مش واحدة منهم، لكن لما بيعزموها على حفلة بتاعة الكريسماس هي بتروح وبتجيب معاها هدية هي شايفة إن هي هدية كويسة. هي بتحب التحنيط، إن هي تاخد حيوانات ميتة وتحشيها حاجات عشان خاطر تحتفظ بيها كأنها تمثال. هي حاجة يعني أنا شخصيا شايفاها مقرفة جدا، بس دي الهواية بتاعتها. جينا صاحبة الحفلة هتديها في المقابل هدية عبارة عن كريم بيوعد اللي تستخدمه ان جلدها هيبقى مثالي، وان هي شكلها هيبقى جميل جدا. ستيسي هتتفاجئ اما ترجع للبيت وتستخدم الكريم ان هو بيسبب لها حساسية في جلدها، بتخليها تهرش في جلدها، وان جلدها يبتدي حتى يتقشر. وهنا بتبتدي الدراما الحقيقية، ان هي بالرغم ان هي عارفة ان الكريم ده بيأذيها، لكن هي بتفضل تستخدمه. ليه؟ لأن هي عايزة توصل لمفهوم الجمال اللي جينا عندها، وإن هي تبقى جزء من المجموعة بأي تمن، حتى لو ده كان معناه إن هي تشيل جلدها عن نفسها. ستيسي مع استخدامها المتكرر للكريم بتبتدي تهلوس ويتهيأ لها إن التلفزيون بيتكلم معاها. تيجي اللحظة الحاسمة لما جوزها بيحاول يساعدها إنه ينقذها من اللي هي بتعمله في نفسها، ويأكد لها إن هو شايفها جميلة حتى لو هي مش جميلة، هي ذكية وطيبة، ودي الحاجات اللي جذبته ليها من الأول، مش الجمال الخارجي بتاعها. وهنا بتكون رد فعل ستيسي المفاجئ إن هي بتقتله، وده يخلي الواحد يقعد يفكر في الحلقة بعد ما تنتهي، إذا كان الجمال والإحساس إن أنت جزء من المجموعة أهم من إن أنت تكون مع حد بيحبك فعلا لشخصك. المسلسل بيشير بشكل واضح لأن المسؤول مش بس ستيسي ولا صحباتها اللي رفضوها، إن كمان الإعلام بيلعب دور، بدليل إن الشخص اللي بيروج للكريم في التلفزيون بيكلمها بشكل مباشر وبيحاول يقنعها إن هي فعلا لازم تستخدم الكريم ده، لازم تغير من نفسها حتى تموت نفسها عشان خاطر توصل للهدف الأسمى دون، إن هي تكون جميلة. الحلقة دي متصورة في الأول بإضاءة خافتة بتبين أكتر الظل من النور، إن كل شيء مشوش ومشوه إلى حد ما، وده بيعكس الطريقة اللي ستيسي بتشوف بيها نفسها وبتشوف بيها العالم. في آخر الحلقة بنفاجأ إن الإضاءة بتتغير، الإضاءة بتبقى أقوى، ستيسي بيبقى فيه حواليها زي حالة نور، وده بيخليني أفكر هل يا ترى اللي ستيسي ده بتشوفه في الآخر دي فعلا الحقيقة، ولا هي غرقت في الجنون بتاعها وابتدت يتهيأ لها إن هي أخيرا بقت جميلة، وإن هي أخيرا بقت جزء من المجموعة بتاعت جينا، ويمكن كمان متفوقة عليهم. أنا أعترف إن إحنا كستات الجمال بالنسبة لنا مهم جدا. المرعب في الحلقة دي إنه بيخلينا نسأل نفسنا عندنا استعداد نضحي بإيه؟ عندنا استعداد نضحي بمين عشان نكون جمال؟ وإيه مفهوم الجمال ده أصلا؟ مين اللي بيحدده؟ وإذا كان في النهاية الجمال دون بيخلينا نحس إن إحنا سعداء بجد، ولا ده مجرد وهم؟ لو شفتم الحلقة بتاعت The Outside أحب أعرف رأيكم فيها في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير.